السلام عليكم ورحمة الله. معكم دكتور كوين من كوين انترناشونال جروب. زي ما متعودين ندعو لأهلنا في السودان، ربنا إن شاء الله ينصرنا على الظالمين ويرجع السودان أفضل مما كان، وربنا إن شاء الله يعوض أي زول إذا فقد حاجة صغيرة أو حاجة كبيرة في الحرب. ربنا إن شاء الله يعوضه في الدنيا ويعوضه في الآخرة. وما تنسوا أخواننا في غزة، ربنا إن شاء الله ينصرهم على الظالمين. طيب يا جماعة، بالنسبة لرمضان الأيام الأولى خاصة في ناس كتير بيحبوا ياخدوا مضادات حيوية لأنه تحصل لهم مشاكل بتاعت سوء هضم، فالناس تحاول تبعد من المضادات الحيوية. وطبعا أغلب الناس متعودة يقول لك عندي مشكلة بتاعت سوء هضم أو عندي مشكلة في المعدة، بيمشي ياخد مضاد حيوي وبياخد شنو؟ دائما تلقى الناس بتاخد المترونيدازول اللي هو دواء الفلاجيل. وبالمناسبة الفلاجيل يا جماعة هو اسم تجاري، الاسم العلمي هو مترونيدازول، الاسم التجاري هو الفلاجيل. فتقريبا اول شركه نزلت السودان زمان كان اسمها فلاجيل. فحاليا لو مشيت لصيدلي وقلت له عايز فلاجيل واداك اي دواء، لو مسكته وقريته ما حتلقى حاجه اسمها فلاجيل، ما تلقى كلمه فلاجيل دي مكتوبه. ده اسم الاول نزل في السودان كان فلاجيل، لكن الاسم العلمي هو مترونيدازول. زي موضوع مثلا الاكياس بتاعت السودان زمان لما نزلت زمان الناس القديمين بيعملوا الحاجه دي اللي هي بيقول لك اكياس جيلاني. اصلا ما بتلقى حاجه اسمها جيلاني، لكن الشركه الاولى نزلت كان اسمها جيلاني. المترونيدازول اللي هو المضاد الحيوي، المترونيدازول الشركه الاولى نزلت كانت هي الفلاجيل. فاغلب الناس بتحب تاخذ من مضادات حيويه وبتاخذ شنو؟ فلاجيل. الناس تبعد عن المضادات الحيويه. ليه؟ لانه هي ما بتستفيد منها انت كثير، خاصه لما يكون عندك مشكله بتاعت سوء هضم وعندك مشكله بتاعت اسهالات مائيه بسبب الهضم في الايام الاولى من شهر رمضان المبارك. فحاول تبعد عنها وما تاخذ فلاجيل. طيب ما تاخذ فلاجيل، الافضل تاخذ شنو؟ تاخذ املاح ترويه اللي هي املاح تعويض. دي بتظبط لنا التوازن تبع السوائل في الجسم، ونفس الوقت بتمنع علينا شنو؟ بتمنع علينا الجفاف. وكمان برضه حاجه كويسه شنو؟ ما بتضر لك البكتيريا النافعه، ما زي موضوع المضادات الحيويه اللي هو الفلاجيل مثلا. الفلاجيل ممكن يعني يقتل لك البكتيريا النافعه والبكتيريا الضاره. فالافضل تاخذ شنو؟ الافضل تاخذ املاح ترويه اللي هي املاح التعويض عشان تظبط لك السوائل والتوازن تبع السوائل في الجسم، ونفس الوقت تمنع موضوع الجفاف. كمان ما تنسى ممكن تاخذ بروبايوتيك او تاخذ مكملات غذائيه فيها بكتيريا نافعه، دي بتساعدك على الهضم، بتريح المعده. اما حبيبنا الفلاجيل، من الاعراض المحتمله او الاعراض الجانبيه المحتمله للفلاجيل ممكن يزيد لك من الاسهال المائي. فكده انت بتكون شنو؟ بتكون ما استفدت حاجه. فعشان كده حاولوا شنو؟ ابعد من موضوع الفلاجيل. ما اي مشكله في المعده او اسهال مائي بسبب الهضم وسوء الهضم الحاصل في الايام الاولى بسبب الاكل ولخبطه الاكل، تمشوا تاخذ مضاد حيوي او تمشوا تشتري شنو؟ تشتري فلاجيل. فحاولوا ابعدوا منه تماما، خلوه بالجنبه ما تشتروه. وكمان ما تنسوا تشربوا مويه كتير وتتحركوا. وما بقول لك يعني تعمل رياضه يعني بطريقه مكثفه، لكن تحاول شنو؟ تحاول تتمشى بعد التراويح او بعد الافطار بشويه، او يعني مثلا بالليل شويه كده يعني قبل العشاء. اتمشى واشرب مويه كتير وحاول اكل صحي ان شاء الله، واموركم ان شاء الله تكون طيبه. ما تنسوا تعملوا لنا اللايك والشير والسبسكرايب. ودي كانت حاجه سريعه للناس اللي بتستخدم شنو؟ الفلاجيل والمضادات الحيويه لموضوع سوء الهضم وموضوع الاسهالات المائيه الحاصله، خاصه الناس الموجودين في كوستي. تقريبا الايام دي في اسهالات مائيه، هي ما بسبب تقريبا في كوستي، ما بسبب سوء الهضم ولخبطه الاكل، لكن في اسهالات مائيه. نفس الكلام ده بينطبق على الاسهالات المائيه، الكلام اللي قلناه ده ما فقط على الموضوع انه انا عندي مشكله بتاعت سوء هضم وعندي مشكله بتاعت هضم بسبب الاكل الملخبط في الايام الاولى لرمضان. فشكرا لكم. ما تنسوا تعملوا لنا شنو؟ اللايك والشير والسبسكرايب. كنت معكم انا دكتور كوين من كوين انترناشونال جروب.